الزبادي وشهر رمضان. الزبادي حلو ومستساغ، طعمه حلو ومستساغ لمعظم الناس ومناسب لكل الفئات العمرية. من فوائده صحية إن هو البروتين بتاعه حلو جدا، تحسين صحة الجهاز الهضمي. بيحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة بتساعد تحسين الهضم وبتعزز من صحة الأمعاء وبتقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي زي الإمساك والإسهال. طب إيه كمان؟ تعزيز المناعة، بيساعد تناول الزبادي بانتظام في تقوية جهاز المناعة للجسم، لأنه بيحتوي على فيتامينز ومعادن زي الزنك والفيتامين دي اللي بتلعب دور مهم في تعزيز صحة الإنسان ومناعة الجسم. إيه كمان؟ مصدر غني جدا بالبروتين زي ما قلنا في الأول. الزبادي غني بالبروتين عالي الجودة، مش أي بروتين، ده كمان بيساعد في بناء العضلات والحفاظ على صحة الجسم، وهو خيار مثالي لأي حد بيتبع دايت ونظام غذائي صحي. طيب تحسين صحة العظام كمان، بيحسن صحة العظام لأنه مصدر ممتاز للكالسيوم وفيتامين دي، ودول عنصرين مهمين جدا للحفاظ على قوة العظم والوقاية من الهشاشة وخاصة عند كبار السن. إيه كمان؟ المساعدة في فقدان الوزن لأنه بيحتوي على نسبة عالية من البروتين وانخفاض السعرات. في بعض الأنواع بيساعد الزبادي في تعزيز الشعور بالشبع لأنه نسبة البروتين عالية زي ما قلنا، وتقليل كمان من الأكل الزيادة. حلو أوي. طب بيعمل إيه كمان؟ بيدعم صحة القلب. في أنواع من الزبادي تحتوي على دهون صحية بتساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم. الكوليسترول الضار طبعا ده بيساعد في صحة القلب وبيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. إيه كمان؟ عندنا أنواع كتير من الزبادي. في زبادي العادي بتاعنا ده البروتين بتاعه كويس، مصنوع من الحليب والبكتيريا النافعة العادية، ده بيحتوي على نسبة طبيعية من الدهون. طب في حاجة تانية غير الزبادي ده؟ في الزبادي اليوناني، ده نسبة البروتين فيه أغنى وأكتر والسكر بتاعه كمان قليل. طيب في حاجة تانية؟ في زبادي خالي من الدسم، ده مناسب للناس اللي بتتبع حمية غذائية منخفضة السعرات. وفي الزبادي النباتي، ده بيبقى معمول من حليب اللوز أو جوز الهند أو الصويا، مناسب للناس اللي عندهم حساسية اللاكتوز. عشان كده دايما نقول إن الزبادي ده اختيار مناسب جدا لرمضان. كل سنة وانتم طيبين.